ادي النتيجه اللي احنا طلعنا بيها. نتيجه كويسه جدا. الجبنه القريش الفلاحي، دي الجبنه القريش الفلاحي اللي على اصلها. وتعالوا مع بعض نشوفوا المقادير ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ معاكم المطبخ على فندي بطعم زمان. يا رب يكون فيديوهاتي خفيفه عليكم. النهارده هنعمله مع بعض الجبنه القريش الفلاحي، هنعملوها في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. ويلا مع بعض نشوف المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ده لبن انا جبته وحطيته في البرام ده وفي الطاجن. دول 2 كيلو لبن، حطيتهم بس في البرام وفي الطاجن. فضيتهم الازازه في قلب البرام وفي قلب الطاجن. تمام. ولعت الفرن عشان احنا طبعا في شتاء، يعني بعد كنت مولعه على كيكه وبعد الفرن ما هدى خالص بقى دافي رحت حطاهم فيه، بس عشان في الصيف اللبن بيروب ايه على طول من الحر، لكن في الشتاء لازم تولعي البوتاجاز وتسيبيه لما يدفى خالص يبقى دافي بس وتحطي فيه. تصبحي الصبح بتلاقيه روب كده. انا قلت ايه عشان ما اطولش عليكم الحلقه اروبه، عشان الترويب ده سهل يعني، بس انا بعرفكم اهو بالمنظر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاجن الكبير ده كنت حاطه عليه طبق فطلعت القشطه من عليه، فدلوقتي هنطلعه مع بعض القشطه ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بالشكل ده. بصوا لازم تجيبوا لبن كويس اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله. ما ينفعش يا جماعه باللبن المعلبات، لازم ده اللبن يكون دسم وواثقين فيه، واثقين في اللبان اللي انتوا بتجيبوا منه اهو بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيتهم في الطاجن في وبرام علشان ايه ما يتدلقوش. بسم الله. ده اسمه طاجن، ده الطاجن بتاع الفلاحين انا عندي وجايباه وبستخدم ايه بيه. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا القشطه بالشكل ده كده اهو يا حبايبنا. القشطه اللي طلعت من 2 كيلو لبن ما شاء الله، اللبن كويس طبعا. ايه احنا مع بعض كده طلعنا بس وش اللبن، ومعانا الملح ومعانا شاشه تكون نضيفه، ومعانا البلاستيكه، ومعانا دي الطبق اللي هنحطه فيه اهو. دلوقتي بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الشاشه كده بالشكل ده اهو. اهي انا حطيت الشاشه كده. وتعالوا بقى مع بعض على البوتاجاز. لازم تدفي اللبن الرايب عشان دي اصول الجبنه القريش. تعالوا معانا مع بعض على البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تفضي كده بالشكل ده. بسم الله. وده بردك لازم تفضيه اهو. مش تغليه، تدفيه بس اهو. زي ما انت شايفه كده هدفيه وهوريهولك اهو يا حبايبنا. انا دفيته يعني يا دوبك ايه تقدروا تحطوا ايدك على الحله، مش تغليه تدفيه بس. طبعا احنا ما عندناش حصيره زي حصيره الفلاحين. انا جبت طبق بلاستيك عشان ياخد الشكل بس، وبلاستيك عشان ايه الميه تتصفى فيه. وطبعا برضك اللي ما عندهوش طاجن ممكن تعمليه في حله، تعمليه في بوله ازاز، في اي حاجه. مش شرط ان انت تعمليه في طاجن، في برام، في اي حاجه متاحه عندك. تمام. هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده كده اهو. طبعا اللي بينزل ده بيتعجن بيه، بتعجني بقرص، بتعجني بقراقيش، بتعجني باي حاجه اهو. بصوا الميه دي ما بتترماش، وممكن برضك تغليها وتحفظي فيها الجبنه. انا هوريكي ايه كل خطوه معايا ان شاء الله اهو زي ما انت شايفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
هغطيها بقى كده عشان تاخد الشكل. مش ايه، هنحط بس ايه الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بتحطي الملح اللي انت ايه حباه، عايزاها حادقه عايزاها عذبه. لو انت عايزاها عذبه ما بتحطيش ملح خالص، بس ما تنفعش باللبن العلب، لازم لبن يكون موثوق فيه بالشكل ده كده. وهغطيها. طبعا هي هتقعد بقى ايه تصفي الميه بتاعتها. انا هغطيها بالشكل ده كده لحد ما تصفي الميه بتاعتها وتنشف اهي. بصوا شايفين بتنزل ميتها اهي بس. وهقول لكم بقى ايه لما نشفت وقعدت قد ايه، يعني هحسب لكم الساعه اهو يا حبايبنا. انا فضيتها في مصفى صغيره عشان الكميه طبعا 2 كيلو لبن، فهي كميه صغيره. هي كده قعدت ساعه، لكن طبعا لو انت عامله كميه مثلا 3 كيلو 4 كيلو بتزودي بقى، بتسيبيها خالص اما تصفي ميتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى الطبق كده بالشكل ده كده. طبعا ايه انا جبت الشرش اهو، انا جبت الشرش وقطعت الفلفل الاحمر، حبه فلفل، حته شطه، فلفل احمر بارد، فلفل احمر حامي زي ما انت تحبي. هحط بس ايه شويه ملح بالشكل ده كده واقلبهم اهي يا حبايبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطعها بقى كده، وتقطعي بقى الايه الحجم اللي انت عايزاه بالشكل ده كده. هي مطلعه كميه كويسه مش وحشه برضه. 2 كيلو حلوين مش وحشين اهو يا حبايبنا. انا قطعتها بقى بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هنقلها ايه في الشرش بتاعها. دلوقتي بقى هنقلها في الشرش بتاعها بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه نضيفه وانت عاملاها في البيت بالشكل ده كده. حطها في الشرش بتاعها. بصي ما شاء الله عليها اهي، بصي قطع قدامك ازاي اهو يا حبايبنا. الجبنه القريش ما شاء الله طالعين كميه كويسه مش وحشه. انت اللي عاملاها في بيتك وانت عارفه انت عاملاها ازاي اهي بطريقه كويسه. والقشطه اللي طلعت معانا هي برضك ما شاء الله كميه حلوه. دول 2 كيلو لبن فمطلعين كميه كويسه. انت لو عايزه تضاعفي الكميه بقى بتضاعفيها اهي بتضاعفيها. دول 2 كيلو لبن، بس لازم لبن يكون موثوق منه ويكون كويس. لكن اللبن اللي في العلب انا بكرر عليكم الكلام يا جماعه، اللبن اللي في العلب ما ينفعش. ان شاء الله تكون الحلقه تعجبكم باذن الله. ما تنسوش سبسكرايب واللايك وكومنت حلو كده منكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.